كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن ريال مدريد قد توصل إلى اتفاق مبدئي مع موناكو الفرنسي بشأن ضم النجم اليافع كيليان مبابي إلى صفوفه. وحسب ماركا فإن الاتفاق بين الناديين قد تم بشأن انتقال مبابي إلى صفوف الملكي بصفقة ستبلغ قيمتها 160 مليون يورو وتصل بعد الزيادات إلى 180 مليونا. وأكدت مصادر الصحيفة المدريدية أنه في حال تم الاتفاق على بعض التفاصيل الصغيرة فإن الهداف مبابي سيوقع عقدا ل6 مواسم مع بطل أوروبا، وقد يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة التي ستحطم الأرقام القياسية في الأيام القليلة المقبلة. بدد كريستيانو رونالدو كل الشائعات التي تحدثت عن رغبته في الرحيل عن ريال مدريد، وأكد أنه باق في صفوف النادي الملكي. رونالدو أعلن في حديث حصري ليومية ماركا الإسبانية أنه مستمر في ارتداء القميص الأبيض للريال الذي عرف معه الكثير من الألقاب والنجاحات في السنوات الثواني الماضية. وكانت الشائعات قد طالت رونالدو منذ انتهاء الموسم حول رغبته في الرحيل عن الريال والدوري الإسباني بسبب الضرائب التي تلاحقه، ورغم تطمينات إدارة بطل أوروبا على لسان الرئيس فلورنتينو بيريز والمدير الفني زين الدين زيدان، غير أن التزام النجم البرتغالي الصمت في الفترة الماضية أقلق جماهير الفريق إلى أن خرج عن صمته مجددا ولاءه للمرينجي قبل أيام من انتهاء عطلته الصيفية.